هو انت اكيد عارف اهميه حساب السعرات اللي انت بتاخدها، عشان كده انت ضغطت على الفيديو ده. وانت اكيد عارف عشان تخسر دهون لازم تكون بتاخد السعرات المناسبه ليك، ومعظم الناس بيبوظوا الدنيا في الموضوع ده. يا اما بياكلوا سعرات اكبر من احتياجهم فما بيشوفوش نتائج، ده بالعكس بيزيدوا وزن. او يا اما بياخدوا سعرات اقل من احتياجهم، وده طبعا بيخليهم يخسروا عضل كتير مع الدهون. خلينا الاول نكون متفقين بنسبه 100% ان مفيش معادله معينه بتديك الرقم الصحيح اللي انت لازم تمشي عليه عشان تخسر دهون او تبني عضل للسعرات. حتى مع المواقع بتاعه حساب السعرات، المواقع دي ما بتبقاش دقيقه 100% ان انت لو مشيت على السعرات دي خلاص هتخسر دهون، او لو مشيت على السعرات دي خلاص هتزيد عضل. فانا هقول لك على ابسط طريقه عشان تعرف تجيب بيها عدد السعرات اللي انت محتاجها، وهي ان انت هتجيب وزنك بالكيلو، بعد كده هتدخل على النت تحوله للباوندز وهتضربه في من 10 ل 13. 10 و11 لو انت كبير في السن، و12 و13 لو انت صغير في السن. وطبعا 12 و13 دي بتختلف، لو انت بتتحرك كتير بتروح وتيجي يبقى تضربه في 13، لو انت ما بتتحركش كتير يبقى تضربه في 12. وطبعا نفس الحاجه لو انت بتتحرك كتير اضربه في 11، لو انت ما بتتحركش اضربه في 10. فهيطلع لك عدد السعرات اللي انت المفروض تحرقها عشان تخس دهون. بس ده طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ده مش دقيق 100%. تاني خطوه ان احنا يكون عندنا هدف ان احنا هنخس الدهون قد ايه في الاسبوع، ونحط الهدف ده قدامنا. زي كمثال ان احنا هنخس نص كيلو في الاسبوع. طب واحد يجي يقول لي عم نص كيلو في الاسبوع ليه؟ قال لك عشان لو انت اكلت سعرات قليله وخسيت دهون بسرعه هتخسر عضل، وبرده بعد كده هترجع تزيد تاني، وممكن ترجع كمان اتخن من الاول. في ابحاث اتعملت سنه 2020 لقوا ان الناس اللي كانوا بيحطوا نفسهم في دايت عنيف وكانوا بيخسوا بسرعه لقوا ان هم بيخسروا عضل بطريقه كبيره. ومش بس كده، كانت شهيتهم مفتوحه بعد ما الدايت خلص، ورجعوا كمان يتخنوا اكتر من الاول. فاحسن حاجه نقدر نعملها ان احنا نحاول نحافظ على الكتله العضليه على قد ما نقدر، وده عن طريق ان احنا نحسب جسمنا يقدر يخس دهون قد ايه. خلينا اشرح لك. في ابحاث اتعملت بيشرحوا فيها ان الجسم ما يقدرش يتخلص من 0.5 ل 1% دهون من وزن جسمك خلال اسبوع. بس طبعا كلنا عارفين ان كل ما كان نسبه الدهون اكتر في الجسم كل ما ان هو اسهل ان انت تخسر الدهون دي، خصوصا في الاول. فلو انت نسبه دهونك تحت ال 20% احنا هدفنا ان احنا نخسر نص كيلو دهون كل اسبوع. اما لو انت نسبه دهونك فوق ال 20% فجسمك يقدر يتخلص من كيلو دهون كل اسبوع. طب واحد يجي يقول لي طب خلاص يا عم يوسف ماشي عرفنا، بس دلوقتي انا عايز اعرف السعرات اللي انا محتاجها عشان اعرف اخس نسبه الدهون دي. اقول لك وانا هنا عشان نعرف مع بعض. طبعا احنا هنحسب السعرات بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها في الاول دي، وبعد اول 4 اسابيع من الدايت اللي انت هتمشي عليه على حسب السعرات اللي احنا اتفقنا عليها من اول الفيديو، والهدف اللي احنا اوريدي حددناه اللي هو ان احنا هنخسر نص كيلو دهون او كيلو دهون في الاسبوع. فهنيجي نشوف بقى بعد ال4 اسابيع دول احنا خسينا قد ايه كل اسبوع. طبعا اول اسبوع مش هندخله في الحسبه خالص، لان اول اسبوع ده الاسبوع اللي ننزل فيه بشكل جامد، وده لان احنا بنخسر ميه برضه. فاحنا هيكون تركيزنا على الاسبوع الثاني والثالث والرابع، وهنحسبهم. لو خسينا ربع كيلو يبقى كده لا، احنا نقدر نخس نص كيلو، يبقى نزل لي السعرات بنسبه 10%. ولو لقيت نفسك ان انت بتخسر اكتر من نص كيلو يبقى العكس صحيح، هنحتاج ان احنا نزود سعراتنا بنسبه 10%. وبس هي دي الحكايه. هنيجي كمان بعد 3 اسابيع ونكرر نفس الموضوع لحد ما نوصل ل 0.5 من السعرات الحراريه. وبرده خليك فاكر ان انت مع كل 4 ل 6 اسابيع جسمك هيتعود على عدد السعرات دي، فتحتاج ان انت يا اما تنزل السعرات يا اما تلعب كارديو. وبس يا جماعه ده كان كل اللي معانا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.